حسون اخوي. ها شنو هاي؟ شنو اخوي ايش طب ابوك للغرفه قبل الغير دق الباب شنو ماكو خصوصيه يقول واحد جاي يبدل؟ شنو سالفتك انت؟ هسه اسف انا على هذا الموضوع، مرتين ثانيه ادقه، ولو انا ما جايك عمر وحياتي، بس اريد اقول لك شغله. قول. فاطمه جايه تضايق غزل كلش، وغزل خطيه ومكسوره ومالها، بس انا وياك اخوتها، وام المرحومه وصتنا بيها. اللي اريده منك بس تحاكي فاطمه على كيفها ويا غزل، غزل على باب الله وهي عايشه على الخياطه، يعني منين؟ كاظم شنو الحكي هذا؟ شنو ايش بيك تخبلت انت؟ وثاني شغله ايش دخلك بين النسوان؟ شو عليك انت؟ حسوني. انا فاطمه 24 ساعه هي بس تنظف وتشتغل، وغزل ملتهيه بس بالشغل وكرفه فلوس. حسوني شنو الكرف فلوس منينها؟ اقول لك ما لا اقول لك ولا تقول جاي تصرف على البيت، جاي تجيب المسواق، جاي عمك ايش ما جاي يسوي انت لا غلط دافع عليه 24 ساعه قاعد لا شغل ولا عمل، هي غير جاي تصرف عقل راسك. انت ليش دافع الوحده مطلقه؟ هي لو بيها خير كان ما طلقت. حسونه هاي اختنا المفروض نكون لا اختنا ولا هذا الحكي. هي لا طابه لا طالعه اصلا انا اسوق لها من برا وهي 24 ساعه قاعده بالبيت محرومه من الطلعه ومن الطبه. خويا انت خصم الحكي، انت تريدنا تطب مرتي، فانا ما اطب مرتي لو تموت، خوش خلي هالشغله ببالك. مع الاسف عليك والله مع الاسف. خويا بس خلي اقول لك شغله واحده واروح، لا تنسى ترى هاي اختك دمك ولحمك، المفروض انت تكون سند الها، تزامط بيك هي. دروح. اشكرك. هذا يريد نطب مرتي وما يدري بي انا ارجف منها هيك. يا اللي خلصنا من يمها اذا طيت بيها اذا حكيت عليها وانت تخلصني لو اختي.